بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جاي لكم النهاردة في فيديو جديد، وصفة جديدة كده، وصفة وأكلة من أكلات العيد الكبير. زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض الممبار البوبس بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبمكون بسيط كده بنرميه في الزبالة هيخليكي تعملي أحلى ممبار بوبس. إيه ازاي ما يفكش منك في قلب الشوربة وانت بتسلقيه، وازاي تطلعيه باللون الوردي الجميل الاحمر الجميل ده، من غير ما يفك منك ومن غير ما تبهدلي الدنيا، من غير ما تطرطشي في الزيت، تعملي بهدله في الزيت وانت بتقليه وانت بتحمريه. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هيشرب منك زيت، هيطلع معاكي زي ما انت شايفه كده احلى من ممبار المطاعم، احلى مما بنشتري، واحلى ما تاكلي في المطاعم بكتير. حاجه المطاعم بتبقى غاليه نار، اعملي حاجتك في البيت بايدك كده، تبقى مضمونه وسهله وبسيطه. تابع معايا الفيديو. لو اول مره تشوفي قناتي فضلا وليس امرا اعملي لايك واشتراك وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهات المطبخ ام عبد الله. نبدا الفيديو ونسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه كده بنجيب حله وبنحطها على النار بتاعتنا، وبعد كده الحله بتاعتنا لازم تكون يعني ايه، لو فيها ميه تكوني منشفاها كويس قوي من الميه، وده عشان يمنع الطرطشه ويمنع الايه البهدله بتاعتك. خاصة لما تكوني هتقلي، انما احنا هنعمل النهارده يعني هنشوح بصل، فيعني ده فيها نقطة مية مش مشكلة. بنحط كده معلقتين كبار من المادة الدهنية، والمادة الدهنية دي اللي هي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، اللي هي كنت مسيحة لية خروف ودهن كده، وحطيت عليهم لبن، عملناها كده زي السمنة البلدي، طالعة جميلة جدا. بعمل بها المحشي، وبعمل بها الخلطة بتاعت ال- الطبيخ البصل اللي هو بصلصة، وبعمل بها خلطة الممبار، بتبقى جميلة جدا جدا. حطيت معلقتين كبار كده زي ما انتم شايفين، ولو حابه تحطي كمان شويه من الزيت علشان الحاجه بتاعتك تبقى بتلمع كده وتبقى كويسه، الخلطه بتاعتك تبقى بتلمع كده كويسه، وخاصه لما تكوني هتعملي بقى محشي ورق بتبقى حلوه جدا كده لما تحطي كمان شويه زيت. بعد كده بكون مجهزه كده 4 بصلات كبار مخرطاهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده مكعبات، ممكن تعملوهم بايدك وممكن تعملوهم بالكبه. لو هتعملوهم بالكبه يعني تفرموهم يعني ايه فرم وسط كده، ما يبقاش ناعم قوي ما يبقاش خشن قوي. بنزل بيهم كده على المادة الدهنية بتاعتي، وبسيبهم بقى ايه كده لحد ما يتشوحوا، وبعد كده بحط عليهم كده 4 قرون كده او قرنين 3 كده من الفلفل الحامي او الاخضر، ممكن تحط الاتنين مع بعض لو بتحب الفلفل الحامي. بعد كده بقى بنزل بالبهارات بتاعتي، والبهارات بتاعتي بتبقى عبارة عن ايه، كمون وكزبرة وشطة وفلفل اسمر وملح، وبعد واحط كمان شوية كده من النعناع المجفف، وشوية من ال7 بهارات. هما الشوية دول كده من البهارات بس، ما بحطش بهارات اكتر من كده. بنشوح البهارات مع البصل والفلفل زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بتدينا نتيجة كويسة جدا، بتدينا ريحة حلوة قوي. بعد كده بنزل بقى بالطماطم بتاعتي. الطماطم بتاعتي متسبكة، لو هتعملي طماطم فريش بتحطي على كيلو رز بتحط له كيلو ونص من الطماطم. لو هتعمليها طماطم متسبكة زي ما احنا بنعملها كده بنخزنها في الفريزر زي ما انتم شايفين كده، بحط كيلو واحد بس كده من الطماطم، بكون معايراها بقى وعارفة المقدار اللي انا هعمله. طبعا بنزود المقادير بتاعتنا عشان الحاجة بتاعتنا تطلع كويسة جدا وتطلع مظبوطة وطعمها حلو كده وتديكي نتيجة كويسة. في ناس كتير بتعمل الممبار بخلطة الممبار بالايه على الطريقة النية، يعني من غير ما تعملي تسبكي الخلطة، ومن غير ما تشوحي بهارات ولا كلام من ده. بس لو جربت الطريقة دي جميلة جدا جدا، احسن مما تعمليه آه، بالخلطة اللي هو ايه ني في ني كده، تعملي بصل بقى وطماطم وخضرة والكلام ده كله ني. لا، لو سبكتيها بتديكي نتيجة كويسة جدا، البهارات بتطلع معاكي كده متشوحة، وتسبيكة الطماطم والخضرة بقى بعد كده بنحط شبت وكزبرة. لو حابة تحط بقدونس، انا مش بحب احط البقدونس في الخلطة بتاعتي قد كده. اضيفي بقى الايه المكون اللي انت حباه زيادة. حطينا شبت وكزبرة والبهارات بتاعتنا والخلطة بتاعتنا طماطم ومتسبكة وبصل وفلفل والمادة الدهنية بتاعتنا، وبنشوح كله في بعضه كده، بسيبها كده على النار. والرز بتاعي طبعا الرز المصري مغسول ومتصفي كويس قوي من المية بتاعته. بعمل بقى ايه لكيلو الممبار، كيلو اللي هو الممبار الصافي بحط له كيلو، بنحشيه بكيلو من الرز. زي ما انتم شايفين كده دي خلطة الممبار بتاعتي كده بقت جاهزة معايا اهي. سبتها كده 5 دقايق او 3 4 دقايق كده على النار، وايدي فيها طبعا ما بسيبهاش وبمشي. بشوحها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده جميلة جدا اهي، وطالعة من الحلة ما شاء الله، لا محروقة ولا شيطة ولا اي حاجة من دي. بعد كده بقى بننقلها في ايه في وعاية كده او في طبق واسع كده، علشان نحشي الممبار بتاعنا اللي هو الممبار البوبسي بتاعنا. وبنيجي بقى بعد كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده بنكون مجهزين الممبار.
باكون بقى مجهزة الممبار بتاعي غسلاه كويس أوي، وعملت الغسيل بتاع الممبار بتاعي في فيديو قبل كده، وعشان هنعمل النهارده ممبار بوبس طبعًا الممبار بنخليه يعني إيه واحدة كده قطعة كده كبيرة زي ما هي، ما بنقطعهوش، أمّا الممبار العادي بابقى أمسكه كده إيه أقطعه قطع صغيرة كده على قد الممبراية، لكن الممبار البوبس زي ما أنتم شايفين كده باسيبه يعني إيه واحدة كده إيه كبيرة زي ما هي. طبعًا لمّا بتيجي تحشي الممبار بنحشيه على الجهة اللي هي الناعمة اللي جوّه، والحتة اللي هي فيها الدهون اللي برّه دي بنسيبها برّه. في ناس بتحب تحشي الحتة اللي هي اللي فيها الدهون دي بتخلّيها جوّه، ده في الحالة دي لو أنتِ عايزاه يبقى دسم أوي، أمّا لو مش عايزاه يبقى دسم أوي، هو كده لو حشيتِ من جوّه أو من برّه الدهون دي هتفُك في قلب الإيه، هتفُك في قلب الشوربة. لو حطينا الرز على الجهة اللي فيها الدهن دي بيبقى الممبار بتاعنا بيبقى دسم قوي، اما لو عملناه من بره بيبقى يعني ايه هو كده بيشرب من الدسامة دي لكنه بيبقى خفيف شوية، وبتعرفي تحشيه ما بيبقاش ايه لكن لو حطيتي الدهون الرز على الدهون بتبقى عائق شوية فبتقللي كمية الرز، وبعد كده بتلاقي الممبار بتاعك بقى يعني ايه بيبقى خفيف شوية من ليه ما بيبقاش مليان زي ما احنا ما بنعمله كده. باحشي الممبار بتاعي وأنا باحشيه بقى بإيه باحرص إن أنا أكون يعني إيه مش مالياه أوي، وبابططه كده بإيديا وزي ما أنتم شايفين مكان ما أنا عملت كده إيه عملت بإيديا كده ضغطت في الجنب كده بإيديا كده في حتة مقطوعة إيه، طبعًا وأنا باربطه هاخد بالي من الحتة دي، باجي بقى مكان بإيديا ما أنا ضاغطة بإيديا كده وباجيب فتلة بقى فتلة رفيعة كده حتة فتلة كده قديمة عندِك من اللي هي بقى إيه ما لهاش لازمة دي، وبنجيبها بقى بنعمل بيها إيه بنربطها كده بنربط بها الممبار بتاعنا، يعني مكان كل واحدة كده بنعمل معيار كده قد ايه قد نص كفة ايدك كده او تعملي كفة ايدك كده على قد 3 وبتجيبي بالفتلة بقى وبتربطيه وبتحددي مكان الحتت دي لو عايزاه كبير شوية بتعملي لو عايزاه مدور بتقللي المسافة بتاعتك شوية وبتعملي المسافات كلها قد بعضها بنربطها بقى بالخيط زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بعد كده بقى بجيب الشوربة او المية اللي انا هسلق فيها الممبار زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده بجيب حلة وبحط فيها مية وباحط فيها بقى بصلاية بقى وورق لوري ورق لوري ومستكة وحبهان، وباحط فيها بقى ايه الملح بتاعي بيكون قليل شوية علشان الرز بتاعي فيه الملح بتاعه وفيه الخلطة بتاعتي فيها الملح بتاعتها، وباجيب بقى بخلة او بإبرة بس تكون نظيفة اهم حاجة تكون نظيفة عندك كويسة انت عارفة انها يعني ايه مضمونة، وزي ما انتم شايفين كده بمسك الممبار بتاعي بنغزه نغزة بسيطة كده كل واحدة بعمل فيها نغزة كده وده بيخلي الممبار بتاعك وانت بتسلقيه ما يفرقعش منك وما يخرجش منك ايه رز وما يتبهدلش معاكي إيه ويطلع ايه اوله زي اخره ويطلع معاكي ما شاء الله جميل جدا زي ما انتم شايفين بعمله كده. باحطه كده طبعًا مش هيبقى بقى زي الممبار التاني لازم نمسك الواحدة كده من الطرف ده ومن الطرف ده، لأ بتحط بقى بعد ما الشوربة بتاعتك بتلاقيها غلت بنقوم حاطين البوبس بتاعنا بنحطه كده في قلب الحلة بالشكل ده كده ما شاء الله جميل جدًا أهو، الفتلة بتاعتي عشان سمرا باينة إن هي باينة في البتاع في الحلة شوية طبعًا مش فارقة معانا، أهم حاجة إن تكون الفتلة بتاعتك ديّة نضيفة. لو حابة تعمليها بقى بفتلة بيضة يكون أفضل ما يبقاش لونها يعني إيه عامل كده في قلب الحلة، إحنا كده هنشيل الفتلة دي وهنرميها، يعني هنرميها في الزبالة ما لهاش لازمة بقى بعد كده علشان بعد ما يتسلق هناخده ونكمل بقية الوصفة بتاعتنا، باسيبه كده في الحلة زي ما أنتم شايفين ما طبعًا بنحطه في الحلة وهو بعد ما الحلة تكون بتغلي وبنسيبه كده على نار متوسطة مش نار عالية قيمة ساعة إلا ربع، لما لحد ما بيستوي بعد كده بنشيله بقى بنشيل الفتل ديت بنقطعها ممكن تقليه وهو كده زي ما هو متربط كده وبعد كده بتقطعيه على البارد وممكن آه، هنا بقى لما كشفت الحلة كده لقيت المية بتاعتي قليلة شوية زودتها شوية من المية وقلبته كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميل جدا اهو، وما فيش حاجة فرقعت وما فيش حاجة باظت منه، يعني هي كانت واحدة بس كده الحتة اللي هي كانت مقطوعة عندي وانا بحشيها كانت الفتلة راحت عنها وهي واحدة بس اللي كانت فرقعت منه، بسيبه كده لا بقى لما لحد ما بيستوي بعد كده بطفي عليه وبطلعه بقى ما بنسيبهوش في قلب الميه، لو انت هتعملي مثلا هتجهزي لي الاكل على طول بتحمريه في ساعتها، لو مش هتجهزي لي الاكل مش هتحطيه في الاكل على طول يعني بتطلعيه اهم حاجه بتطلعيه من الشوربه وتسيبيه بره علشان لو حطيتيه لو سبتيه في قلب الشوربه الجلده بتاعه الممبار هتبوش وهتلاقي الممبار بتاعك فك منك في قلب في قلب الشوربه وبوظ لك الدنيا خالص.
بنصلي على رسول الله بقى كده. ولو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو فضلا وليس امرا اعمل لايك واشتراك وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك منه كل جديد من فيديوهاتي مطبخ ام عبد الله. الممبار بتاعي ما شاء الله جميل جدا اهو، وكده بقى قرب يستوي وهطلعه بقى من الشوربه بتاعته. طلعته من الشوربه اهو ما شاء الله، هي واحده بس اللي حتى اللي كانت فكت، ولما فكت يعني طالعه الحشوه بتاعتها طالعه زي ما هي. والممبار بتاعي ما شاء الله جميل جدا اهو. حمرتها برضو ما رميتهاش، لا كانوا اتنين مش واحده. بتشيلي بقى ممكن تشيلي الفتل بتاعته بقى بالمقص كده في الوقت ده، وممكن تسيبيها وبعد ما تحمريه بتشيليها. الشوربه بتاعتي ما شاء الله جميله جدا اهي، ما فيهاش رز كتير يعني، حتى الواحده اللي فكت منها خرجت الرز بتاعها طالع زي ما هو، ما فكتش ما عملش رز كده في الحله وما بهدلتش الدنيا. بعد كده بقى لما باجي اقليه بنجيب طاسه بقى على النار وبنحط فيها زيت وبنسخن الزيت قوي، وبنحط فيه رشه ملح كده بسيطه علشان الطرطشه ما يطرطش ويبهدل الدنيا. خدي بالك لان الممبار والكوارع والحاجات اللي زي دي من الحاجات اللي هي بتبهدل الدنيا. الممبار والحاجات والكوارع الحاجات اللي زي دي بتبهدل الدنيا في القلي بتاعها، فهتاخدي بالك. بنحط رشه الزيت البسيطه اللي احنا قلنا عليها دي، وبعد كده بنحمر بقى الممبار بتاعنا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله طالع جميل جدا اهو. بعض منهم كده انا كنت شلت الفتله بتاعتهم، والبعض التاني عملته حمرته بالفتله بتاعته، ففي كلتا الحالتين بيتحمر معاك وبيبقى جميل جدا. بتسيبيه بقى قيمه 5 دقايق كده على الوجه الاولاني لحد ما بيحمر، وبعد كده بنقلبه بقى على الوجه التاني وبنسيبه برضه دقيقتين 3 كده، ما بياخدش وقت طويل في الجهة التانية. وبعد كده بقى بنطلعه بقى على ورق مناديل بيطلع معانا بالشكل الجميل ده كده. اعملي الممبار البوكس او الممبار العادي بالخلطة المتسبكة، ما تعملهوش بخلطة الني في ني. جربته بالخلطتين اثبت ان خلطة المتسبك جميلة جدا احسن من الني في ني. كده بتلاقي البهارات كده مع البصلة مع الطماطم مع التشويحة كده بيديكي نتيجة كويسة جدا جدا، احسن من اللي هو ني في ني. هو بيبقى بارد وبيبقى يعني مبقاش عامل كده على المعده، مبقاش حامي على المعده، بس الطعم بيبقى جميل جدا والطعم بيبقى فارق خالص. جربي بقى بالطريقه بتاعتنا. سجلي الوصفه ده عندك كده للعيد الكبير، اعمليه بالطريقه دي جميل جدا. كل اللي هياكلوه هيعجبهم وهيشكروكي عليه. ممكن تعملي الممبار بتاعك بالطريقه دي وتسلقيه وتعينيه في الفريزر، ووقت ما تيجي تاكليه بتطلعيه وبتسيبيه كده من الفريزر، يعني تسيبيه بره الفريزر كده ساعه او نص ساعه لحد ما يفك كده براحته. وبعد كده بتحمريه. لكن طبعا ما ينفعش ان انت تعينيه متحمر، او ما ينفعش ان انت تعينيه في الفريزر رز كده طري، لا. ممكن تعمليه بنفس الطريقه او بنفس الخطوات اللي احنا عملناها، وتسلقي الممبار بتاعك. وبعد كده بتبرديه، وبعد ما بتبرديه بتعبيه بقى في اطباق فويل او بقى فل او في اكياس. اكياس تلاجة تكون اكياس نظيفه، بتعيني بقى على قد الافراد او على قد الوجبه بتاعتك. وبعد كده بتطلعيه من الفريزر، بتسيبيه وقت بسيط كده، وبعد كده بتحمريه في الزيت وبتقدميه بيبقى كانه لسه معمول حالا. جربي بالطريقه بتاعتنا. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك منه كل جديد من فيديوهات المطبخ ام عبد الله. استنوني فيديوهات جايه كتيره. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.